هل صحيح ما يتداول هذه الأيام على قنوات الكبيرة في اليوتيوب حول المعلق الجزائري الكبير دراجي، وحول العديد من الشكايات التي تزعم هذه القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي أن إدارة الجزيرة القطرية تواصلت بها من عديد البلدان العربية تطالب فيها بطرد الدراج من القناة، أو على الأقل إعفائه من التعليق عن مبارياتها في كأس عالم قطر؟ وقد استشهدت فئة كثير من الجمهور أن المعلق وقد استشهدت فئة كثيرة من الجمهور أن المعلق الجزائري يخلط بين السياسة وكرة القدم، ويروج لمسائل سياسية ويمرر رسائل أثناء التعليق، كما يعمد عدم ذكر بعض أسماء اللاعبين العرب ويتجاهل وتيلة المباراة. قد عرفت هذه القضية تطورا خاطرا في الأيام السابقة، حيث تطرق الدراجي لقضايا سياسية محضة، خاصة قضية الصحراء المغربية والقضية السورية. وقد وجه الدراجي سيل من الانتقادات، خاصة من إعلام القنوات القطرية المغاربة منهم، ومواجهة شرسة من مقدم البرنامج الشهير الاتجاه المعاكس السوري فيصل القاسم. وتعتبر المكالمة الهاتفية بين الدراجي والناشط السوري ميسون بمثابة ضربة موجعة، حيث كشفت ميسون عن تفضيل الدراجي لنظام بشار الأسد. وأكد الدراجي في هذه المكالمة أن النظام في الجزائر يساند بشار بصورة كلية، وتشير العديد من التقارير الصحفية أن المعلق الدراجي قريب جدا من دهاليز الحكم في قصر المرادية. وتبقى إدارة الجزيرة القطرية الوحيدة التي ستوضح للجميع هل حقا تلقت الشكايات بإبعاد الدراجي، أم هذا الموضوع هو مجرد وجبة لذيذة لوسائل الإعلام العربية.